قود الفريق زانا عبد العزيز، وثلاث نقاط لأكاد عنكاوة مقابل لا شيء لدربندي خان. ديربي كردستان بين أربيل والسليمانية المتمثلة بأندية أربيل أكاد عنكاوة دربندي خان سليمانية. 3-0 لأكاد عنكاوة. دقيقة لعب انتهت، لم يسجل فريق دربندي خان أي نقطة. المباراة الأولى انتهت لمصلحة فريق نادي غازة الشمال، تغلب على الصناعات الحربية وحجز البطاقة الأولى في فاينل الدوري الذي سيقام إن شاء الله يوم غد عند الساعة 4 عصرا. سجلت اللاعبة رقم 12 من أكاد عنكاوة زينو باختيار، رميتين 2 من 2 بالملابس الزرقاء. دربندي خان أكاد عنكاوة بالملابس البيضاء بقيادة طاقم تحكيم مكون من الدكتور عمر سعدي، علي أحمد ذلغام علي. كرة تعود وهناك بيرسونال فاول، خطأ شخصي، جزاء تو شاتس. سيكون هناك رميتين. والتغيير رقم 26 تشترك من دربندي خان بارين محمود. بارين تنضم للتشكيل الخماسي. رميتين الأولى إن. واحدة من 2 لهونين فاروق، والكرة تعود عند فريق نادي أكاد عنكاوة، النادي الذي تأسس عام 1992 في 24 من آب. تأسس هذا النادي الأربيلي 5-1. أكاد عنكاوة دربندي خان ثاني دوري الطائرة لهذا الموسم. كرة تعود للفريق الأزرق دربندي خان، باونس باص للاعبة رقم 5 سوزيار مجيد، لكن هناك ترابل فايوليشن. طبعا رقم 5 من أكاد عنكاوة هي طالبة صيدلة، وأصغر لاعبة هي اللاعبة رقم 55 من أكاد عنكاوة أوريانا جرجيس. 15 عام لأوريانا جرجيس. دربندي خان يحاول عند رقم 26 بارين محمود. كرة تعود للاعب رقم 5، استخدمت اللوحة سوزيار مجيد، ضاعت. والبول بوزيشن عند أكاد عنكاوة. يحاول اللاعب رقم 5 باللاستاتش على رقم 12 من أكاد عنكاوة زينو باختيار الواضحة بالصورة، والكرة لمصلحة دربندي خان. 3 لانا عثمان تحاول كيك اوت لرقم 5 سوزيار، لكن تيرن اوفر على دربندي خان ليبقى عداد النقاط 5 أكاد عنكاوة، نقطة واحدة دربندي خان. من سيحجز بطاقة الوصول للفاينل؟ من سيواجه غازة الشمال يوم غد؟ وستكون هناك إن شاء الله مباراة عند الساعة 2، مباراة تحديد المركز الثالث بين الصناعات الحربية والخاسر من لقاء اليوم. كرة تعود، تحاول بدرايف لاعبة دربندي خان رقم 10 هونين فاروق. هونين، لكن هناك ترابل فايوليشن على هونين، والكرة تعود الحيازة والاستحواذ لفريق نادي الغاز. اللاعبة رقم 18 تشترك بنفس ستايل اللاعبة التي تركت المباراة، اللاعبة رقم 12 تركت المباراة زينو باختيار، واشتركت يلدا فراز بديلا لزينو باختيار. وصانعة الألعاب اللاعبة رقم 5 إيصال كرة مرة ثانية تعود ل5 صانعة ألعاب شيهين فيصل طالبة الصيدلة. هل ستنجح
بوصفة الفوز، وهي بوينت جارد نادي أكاد عنكاوة. ننتظر 3 دقائق انتهت من الكوارتر الأول، لدينا 3 كوارترات و7 دقائق على نهاية المباراة الثانية. ثلاثية ايربول، كرة طائرة وريباوند، أول كرة تلمسها اللاعبة البديلة رقم 18 يلدا فراس، كرة تعود لكن هناك تيرن اوفر أيضا، كرات ضائعة عديدة، هناك استعجال، وهذه اللاعبة الواضحة بالصورة اللاعبة رقم 8 روان محمد. روان أفضل لاعبة في المباراة السابقة اللي استطاع أن يحقق بها الفوز. نادي أكاد عنكاوة، أكاد عنكاوة بالمجموعة الثانية فاز على البصرة 102-23. إيمي رائد كانت أفضل لاعبة، إيمي المتواجدة بالفانيلا رقم 24، وفاز على فريق قرقوش 82-21. روان جاسم أفضل لاعبة، روان رقم 8. أكاد عنكاوة بطل المجموعة الثانية يواجه فريق نادي دربندي خان بطل المجموعة الرابعة. دربندي خان بالمجموعة الرابعة فاز على أوروك 75-16. سوزيار حسين، سوزيار حسين من فريق دربندي خان كانت أفضل لاعبة باللقاء. اللاعبة رقم 5 المتواجدة في صفوف نادي دربندي خان. ومال عمارة فازوا 53-30 فارق 23 نقطة. هونين أحمد كانت أفضل لاعبة، هونين رقم 10. انتهى الوقت المستقطع ونعود لإكمال أحداث المباراة الثانية في النصف نهائي، حجز مقعد في النهائي. فريق أكاد عنكاوة بمواجهة دربندي خان، 5 نقاط لأكاد عنكاوة، دربندي خان بنقطة واحدة، والتيرن اوفر والانطلاق والستايل الرائع والتسجيل باستخدام اللوحة من اللاعبة إيلان فتاح الكابيتانو. سجلت نقطتها السابعة بالفانيلا 7 نقاط لأكاد، نقطة واحدة لدربندي خان. هل سيهيمن دربندي خان مع قطع هذه الكرة؟ هل سيكون تايم اوت آخر؟ وهناك بيرسونال فاول، البيرسونال فاول للاعبة رقم 34 سوز أوميد، حصلت على 2 شاتس، والخطأ على لاعبة فريق دربندي خان لانا عثمان ارتكبت البيرسونال فاول، وسوز أوميد لديها 2 شاتس، 7 نقاط لفريقها، ضيعت الأولى والمحاولة الثانية لسوز. ثلاثي التحكيم عمر سعدي علي أحمد درغام علي هم من يقودون. والديفنسيف ريباوند والانطلاق من صانعة الألعاب، لكن اللاستاتش ما سيطرت عليها سوز أوميد لتعود الحيازة والاستحواذ لفريق نادي دربندي خان الواضحة بالصورة. اللاعبة رقم 18 اشتركت بديلة يلدا فراس. كرة لدربندي خان، كتيبة المدرب زانا عبد العزيز يحاول التسجيل، لم يسجل سوى نقطة واحدة. أكاد عنكاوة يحاول بدرايف التسجيل. سوز أوميد سجلت النقطة العاشرة، الفارق 9 نقاط. لا زال نزيف النقاط من فريق دربندي خان، النقطة الواحدة بمحصلته، واللاعبة الطويلة اللي تقوم بالدريبل وتنقل كرة للاعبة القصيرة. اللاعبة الطويلة لاعبة فريق أكاد عنكاوة روان محمد
والآن بدرايف، لكن هناك اوفنسيف فاول. جود كول لعمر سعدي، الدكتور عمر سعدي. كان هناك دفع واضح من اللاعبة رقم 3، ونحن نلعب بمنتصف الكوارتر الأول، الفارق 9 نقاط. أكاد عنكاوة يواجه دربندي خان. تدوير كرة بين لاعبات أكاد عنكاوة. تحاول اللاعب رقم 34 سوز أوميد، وصانعة الألعاب رقم 5 شاهين فيصل، ورقم 7 ترمي ثلاثية ناجحة إيلان فتاح الكابتن والقائد، سجل الثلاثية بعيدة المدى، نقطتها الخامسة بالمباراة، والفارق 12 نقطة أمام عجز هذا الفريق الأزرق، فريق دربندي خان الذي يعجز عن التسجيل لغاية الآن. نقطة واحدة في حصيلته، هل سيسجل؟ لكن هناك ترافل فايوليشن أمام أنظار هذا المدرب الواضح بالصورة، مدرب فريق نادي دربندي خان زانا عبد العزيز. دربندي خان من سيحقق الفوز؟ من سيلعب المباراة النهائية يوم غد أمام فريق غازة الشمال، الفريق القوي القادم للاحتفاظ باللقب؟ هل سينجح أكاد عنكاوة بتحقيق الفوز بمواجهة غازة الشمال أم لكتيبة دربندي خان كلام آخر؟ المتأخر بفارق 12 نقطة لغاية الآن، 4 دقائق على نهاية الكوارتر الأول، والبول بوزيشن، نقل الكرات عند اللاعب رقم 5 سوزيار مجيد، كروس باص، لكن هناك لاست تاتش من 7 إيلان فتاح، ولا زالت الحيازة لمصلحة فريق دربندي خان من السايد لاين الواضحة بالصورة. لاعب رقم 13 جيناس طه، وأيضا هناك كتيبة فريق دربندي خان الخماسي بدون لاعبة سنتر، لكن أمام هذه اللاعبة رقم 8 روان محمد، أطول لاعبات المباراة